بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة فيديو جديد معانا. النهاردة هناخد حصة سهلة جدا وجميلة ولذيذة وكل حاجة. اول حاجة ان شاء الله تكونوا بخير. اول حاجة نسمي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نخش في الحصة، ونعمل ايه كمان؟ ونصلي على محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. نركز مع بعض يا حلوين. النهارده فيديو جميل وشرح جميل. طبعا كل حاجه انتوا بتقولوها انا ايه بتقولوا معايا بسقف لكم على طول. يلا ركزوا معايا تركيز. اعملوا لايك واشتراك عشان ده بيشجعني جدا اعمل لكم فيديوهات اكتر. ماشي يلا دلوقتي. وهناخد النهارده حاجه اسمها الحروف المتشابهه في الكتابه. ركزوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الحروف المتشابهه في الكتابه يعني ايه؟ الحروف المتشابهه في الكتابه الحاجه اللي احنا بنكتبها بتبقى شبه بعض يا مس وبنقعد نتلخبط فيها. بصوا شايفين حرف الباء؟ ده حرف الباء، حرف الباء، وده تاء. يلا تعالوا نقرأ مع بعض وهنقرأ وأسقف لكم. يلا حلوين. باء باء تاء ثاء، باء تاء ثاء. حروف متشابهة في الكتابة. هنا الباء النقطة تحت الطبق، التاء فيها نقطتين، الثاء فيها 3 نقط. طيب جيم، ولا خلينا نقول جيم عشان ايه ننطق النطق الصحيح. جيم حاء خاء، جيم حاء خاء. الجيم النقطة فين؟ في بطنها، جواها، في بطن الحرف اهي، البطن اهو وجواها. طيب الحاء السادة عاملة زي البسكوت السادة ما فيهاش اي حاجة. الخاء لا، الخاء عمدة، شايفين؟ عمدة حاطط النقطة فوق راسه. مش يا حلوين؟ يبقى جيم حاء خاء. دال ذال، دال ذال، الذال عليها نقطة. راء زاي، راء زاي، الزاي هي اللي عليها نقطة. سين شين، سين شين، الشين هي اللي عليها 3 نقط، لكن السين مش عليهاش ولا نقطة. صاد ضاد، صاد ضاد، شايفين الفرق بين الصاد والضاد؟ الضاد عليها نقطة. طاء ظاء، طاء ظاء. ف قاف، ف قاف. عين غين، عين غين. ماشي يا حلوين؟ يلا كمان مرة نقراها سريع، وعايزاكم تركزوا وتقولوا ورايا الحروف عشان اسقف لكم. يلا باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء ثاء قاف عين غين. شطار يا حلوين، سمعكم انتوا بتقولوا ورايا. يلا هنا السؤال بيقول لي ضع دائرة حول حرف القاف. فين حرف القاف؟ هل دي حرف القاف؟ دي كده حرف القاف؟ لا دي مش حرف القاف، غلط. حرف القاف اللي هي اللي فيها نقطتين دي يا مس، دي كده حرف القاف عشان ايه؟ نقطتين. طيب دي حرف القاف؟ انا عامله لكم 2 ورا بعض عشان تتلخبطوا. طب دي حرف القاف؟ دي حرف القاف كمان اهي. تاني سؤال بيقول لي ضع دائرة حول حرف التاء. فين حرف التاء؟ ادي حرف التاء معانا اهو. ده حرف التاء؟ لا ده باء يا مس، ده كان اول. شايفين الفرق؟ ده حرف الباء، يبقى ده غلط. يبقى ادي حرف الباء التاء، وادي حرف التاء نقطتين، وادي حرف التاء. ماشي يا حلوين؟ هنا بيقول لي ضع دائرة حول حرف الخاء. فين حرف الخاء؟ تعالوا نقرأهم كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حرف الخاء، الخاء اهو اهو يا حلوين، هنا اهو. هنا بيقول لي جيم حاء خاء. فين حرف الخاء؟ ادي حرف الخاء، حرف الخاء اللي هو ايه؟ العمدة اللي فوق راسه نقطة. ماشي، يبقى ادي حرف الخاء اهو. ده ايه؟ جيم خاء حاء خاء. يبقى فين الخاء تاني؟ ده جيم، لا ده في بطنه نقطة. احنا عايزين اللي فوق راسه، احنا عايزين العمدة، بندور على العمدة. ادي العمدة اهو فوق راسه نقطة، وادي العمدة الخاء برضو فوق راسه نقطة. ماشي يا حلوين؟ كده نكون انتهينا من الفيديو. اتمنى نكون افدتكم ان شاء الله، ويكون الفيديو سهل وبسيط زي ما انا شرحته باذن الله، ويكون وصل لكم المعلومه كويس جدا. اعملوا، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان هعمل لكم فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله، واللي انتوا عايزينه اعمله لكم باذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ده بيدعمني جدا. والقاكم في فيديو جديد وفي رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.